كل من كفر القذافي ووصفه بالكفر فهو كفر وصف، والإنسان يستتاب في حياته ولا نعلم عن حاله. لكن هنا، وأنا قبل قليل اتصلت على بعض أهل العلم وقالوا يدعى له بالرحمة وأمره إلى الله، انتقل إلى محكمة القاضي فيها هو الله. رسالتي إلى الشعب الليبي: أرجوكم رجاء خاص ألا توجهوا أسلحتكم إلى صدوركم وإلى أخوانكم. أرجو ألا ينجح المخطط الغربي الجديد في تحقيق رغبته. هناك أناس دخلوا الإسلام على أيدينا رصادون. هذا العمل اللي نحن نقوم به. طبعا في أفريقيا الوسطى قمت بزيارة أفريقيا الوسطى، مئات الناس أصبحوا مسلمين، يعني يدخلون الإسلام أفواج. في المكان الذي يقيم فيه أتت الناس عسكريين ومدنيين دخلوا الإسلام أفواج. وهذا العمل الذي نقوم به بماذا يقابل؟ يقابل بحرب شعواء، يحارب من أمريكا، يحارب من الصهيونية، يحارب من الرجعية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله قد كتب وهاتف في أمره لما رأى حذف كلمة قل من القرآن، يعني قل هو الله أحد، أمر بحذفها من الإذاعات ومن المقررات. والرجل شكك في السنة النبوية واستهزأ بالحج، فالرجل له كلام كفري واضح جدا ولا نعلم منه توبة. كم هي تافهة هذه الدعاية الحقيقة المضادة، عندما عجزت أن تصد هذا الزحف المقدس والإشعاع المنبثق من ليبيا، راحت تصطاد اصطياد رخيص. أنا عندما أقرأ أي آية فيها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أقول الآتي: قل هو الله أحد، هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره. فيها خطأ دي؟ خلاص. يا إخواني، وحش كاسر ومسلط على الشعب بتوع الوقت، وحش ومسلط على المسلمين. القذافي اصلا من 42 سنه عمل انقلاب عسكري. انقلاب على مين؟ محدش فكر على الدوله السنوسيه. الدوله السنوسيه دي اللي كانت ايه؟ دوله مطبقه للشريعه الاسلاميه في ليبيا، كانت يمكن تاني دوله بعد السعوديه تطبق الشريعه الاسلاميه في كل الدول الاسلاميه. عمل انقلاب عليها وغير شرع الله وجاب الكتاب الاخضر وبدل شرع الله، بدل شرع ربنا. القذافي ده من المبدلين لشرع الله، كل من يحفظ القرآن يعتبر كأنه خريج جامعة وينال الدرجة الرابعة اللي هي درجة من يتخرج من الجامعة. حتى لو كان أمي ولكن يحفظ القرآن يعتبر كأنه خريج جامعة. كنت في ليبيا من ثاني يوم العيد إلى قبل أول أمس، وذهبنا في مسابقة الفاتح العالمية لحفظ القرآن والتجويد، وهي أكبر مسابقة عالمية في حفظ القرآن والتجويد. وجدت بأمور عجيبة. أعلم أن عدد السكان في ليبيا هو 5 مليون. 5 مليون. وقفت على حقيقة عجيبة أن ليبيا هي بلد المليون، هي بلد المليون حافظ، بلد مليون حافظ، فيها مليون حافظ لكتاب الله برواية قالوا. مليون يا جماعة، عدد السكان كله 5 مليون، وما لا يعرفه الناس. حرمنا طبعا المحرمات والمسكرات اللي كانت مباحة. هذا إدريس السنوسي كان يعتبر بتاع حركة دينية، أليس كذلك؟ ولكن ماذا كان في ليبيا في عادة؟ كل الفجور والفسق والمحرمات كانت مباحة بالقانون. في كل شارع
أكرمكم الله كانت توجد كمحانة خمارة في كل شارع. كل المقاهي تحولت إلى خمارات علنا، وبيدفعوا عليها ضرائب ورسوم ومباحة. حتى اللي ما يعرف الخمر من الجيل الجديد تعود الخمر لأنه مباح وموجود مثل الماء. حرمناه قالوا هذه رجعية. بالمناسبة ليبيا لا تباع فيها الخمور، وليس تجد في الفنادق خمورا. يعني أنا مع الأسف زرت عددا من البلدان العربية الإسلامية، وترى أحيانا دكاكين تبيع الخمر جهارا نهارا مع الأسف، بل أحيانا تسكن في بعض الفنادق في دول الخليج وتفتح الثلاجة في الفندق وتجد خمرا. يعني أعوذ بالله، بلا شك أن هذا ذنب عظيم. ومع ذلك ليبيا لا يوجد هذا في الفنادق، ولا يوجد أيضا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. الحمد لله. الحمد لله إن الله قد بعث للناس كافة رسولا هو خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.